عليكم، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم طبعا في قناتي قناه كوره. لو انت اول مره تشوف القناه ما تنساش تشترك في القناه. على السريع كده هنعرف مواعيد مباريات ربع نهائي كاس مصر، وهنعرف نتائج مباريات دور ال 16 من كاس مصر، وهنعرف كل حاجه ان شاء الله تخص كاس مصر في الفتره القادمه. دور ال 16 المباراه انتهت، بيراميدز قدر يفوز على المقاولون وبالتالي بيراميدز قدر يتاهل. غزل المحله ايضا قدر يتاهل على فاركو بنتيجه 1-0. البنك الاهلي قدر يفوز على المصري وبالتالي البنك الاهلي قدر يتاهل. الزمالك ايضا قدر يتاهل على مودرن سبورت. الجونه قدرت تفوز على تميم بنتيجه 3-1 وبالتالي قدرت تتاهل. سموحه قدرت تفوز على نادي زد وبالتالي سموحه تاهلت. سيراميكا قدرت تفوز على طلائع الجيش 2-0 وبالتالي قدرت تتاهل. انبي قدرت تفوز على الاسماعيلي بنتيجه 1-0 وبالتالي انبي اتاهلت. لو انت مركز معايا فالناحيه اليمين كلها تاهلت: بيراميدز، غزل المحله، البنك الاهلي، الزمالك، الجونه، سموحه، سيراميكا، انبي. الثمان انديه دول هم الثمان انديه اللي قدروا يتاهلوا، وكلهم كانوا موجودين على نفس الناحيه من من المباراه. لو انت واخد بالك كل الصف اليمين هو اللي تاهل والصف الشمال كله هو اللي طلع بره. طيب الثمان انديه دول مين هيلعب مع مين؟ عندك سيراميكا هيلعب مع الجونه، وغزل المحله مع البنك الاهلي، بيراميدز مع انبي، والزمالك مع سموحه. طيب المباراه بتاعت ربع النهائي هتتلعب امتى؟ هتتلعب في شهر 3 اللي احنا موجودين فيه ده، يوم الجمعه ويوم السبت القادمين باذن الله. يوم الجمعه اللي هو يوم 14/3، يوم السبت اللي هو يوم 15/3. يوم الجمعه عندك مباراه سيراميكا والجونه الساعه 9:30 مساء، ويوم السبت عندك الثلاث مباريات هيتلعبوا في نفس التوقيت، سواء كان غزل المحله ضد البنك الاهلي، بيراميدز ضد انبي، والزمالك ضد سموحه. الثلاث مباريات هيتلعبوا يوم السبت يوم 15/3 الساعه 9:30 مساء بتوقيت مصر، 10:30 بتوقيت السعوديه، وطبعا 8:30 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. مين هيقدر يتاهل لنص النهائي؟ هو ده الكلام اللي انا سايبه لك بقى تقوله لي في الكومنتات. هل بيراميدز والزمالك وغزل المحله وسيراميكا هيعملوا المفاجاه ويتاهلوا، ولا هيكون للفرق الثانيه راي اخر؟ كل الكلام ده مستنيه منك في الكومنتات بقى. سلام.